أهلا بيكم، أنا دكتورة دالي والنهاردة 6 رمضان ودي معلومة رمضانية جديدة في سلسلة اعرف أكتر تتغير أسهل. العلامات المبكرة للدوالي بتبدأ بظهور عروق ملتوية تحت الجلد وبتكون واضحة أكتر مع مرور الوقت. ممكن تحس بتقل أو تعب أو حتى ألم بسيط، وده بيكون بعد الوقوف لفترات طويلة. وأحيانا بتظهر تورمات خفيفة حوالين القدم أو الكاحل، بيبقى فيه تغير بسيط في لون الجلد حواليها زي احمرار خفيف. كمان بيكون في حساسية في المنطقة المصابة نتيجة لضعف الصمامات اللي بتمنع رجوع الدم للقلب. كل العلامات دي بتدل إن الدورة الدموية مش ماشية بكفاءة وإن الدم مش بيرجع بالطريقة الصح، وده ممكن يؤدي لتراكم السوائل في الأوردة. وده طبعاً بيوضح أهمية الكشف المبكر اللي بيساعدك ترجع تعدل عاداتك اليومية زي تحسين وضعية الجلوس أو الحركة. وكمان بينبهك إنك تراجع طبيبك فوراً لو لاحظت أي علامة من العلامات اللي إحنا ذكرناها. طيب وإيه أعراض الجلطات المبكرة وتأثيرها على الأوردة؟ استنونا بكرة.